الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا ده فيديو قديم شويه من اول ما حصلت حوار المقاطعه. دلوقتي الاسعار بقت غير كده خالص، يعني مبقاش في 10 جنيه بتاع، في مناطق بتتباع ب 15 جنيه الاسبيروس بيت الصغيره، وفي مناطق بتتباع ب 20 جنيه. معرفش على نيله ايه، وهي كانت اصلا محدش ولا كان بيعبرها لما كانت ب 5 جنيه وكانت ب 8 جنيه في الثلاجات، محدش بيعبرها. معرفش احنا ليه كده مع بعض وليه بنستغل بعض، مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخيرا لقيتها، عمالين ندور عليها ولفيت المنطقة كلها عندي عشان ايه اسبيروس باتس الدبانة. وفي الاخر ما شاء الله بقى المصريين الجدعان واللي احنا بنعمله ببعض الجشع بقى. لقيتها عنده قال لي ب 10 جنيه. طبعا قبل حوار المقاطعة والكلام ده كانت بتبقى مرمية في سوبر ماركتات كتير، كانت ب 5 جنيه ومحدش بيعبرها. الشركة قالت إن السعر الرسمي 7.5 أو 8 جنيه، يعني لسه برضه جايبها من فترة كانت ب 8 جنيه. جيت امبارح دخلت بكام؟ قال لي ب 10 جنيه. اضطريت اجيبها وكده عشان طبعا الواحد هفته على البيبسي، يعني خلاص بقى احنا قطعنا البيبسي وقطعنا كوكاكولا والفيروز والشويبس، فعايزين منتج مصري. طب تعمل معايا كده انت اخوك المصري، بدل ايه ما تبيع ب 8 جنيه زي الشركه ما قالت او السعر الرسمي، احنا بنطالب من الشركه تطبع بقى على الغطيان السعر الرسمي 8 جنيه. وبالله عليكم محدش يغلي على التاني، بلاش شغل الجشع بتاع المصريين ده. يعني خليها تيجي من غريب، ما تجيش منك انت يا مصري يا اخويا، ان ال 2 جنيه مش هيغنوك او يعملوا معاك حاجه يعني. فشوف احنا الواحد لو عنده اسره فيها 5 6 مثلا عايز يجيب 6، اكيد هيدفع 60 جنيه عشان يشربوا بيبسي؟ اكيد لا يعني. فاسبيروس بات السعر الرسمي المفروض 8 جنيه، ما تخليهاش 10 جنيه، عشان ممكن برضو ايه نعاند وندخلك تبع المقاطعه. هنخليها عندك في التلاجة وتبقى تشربها انت بقى، انت والمدام ولا والاولاد بتوعك. لكن مش كل تاجر وكل واحد مثلا صاحب سوبر ماركت فاكر نفسه ناصح يقول لك الناس عماله داخله عليها ومش لاقياها، ارفعها يا عم ال 10 جنيه. مش كده، خليكوا حلوين. وان شاء الله مكملين في المقاطعه باذن الله ليوم الدين باذن الله. ولا بيبسي ولا شيبسي ولا ماكدونالدز ولا كنتاكي ولا برجر كينج ولا بيتزا هات ولا دوريتوس ولا ووز ولا توينجز ولا اولوز ولا بامبرز ولا كل المنتجات التعبانه اللي قعدنا سنين عمرنا كله عمالين نشتري ونكوع فلوس وبتاع، وهما بيحولوا الفلوس دي لسلاح يضربوا بيها اخواتنا في غزه وفلسطين. فربنا ينصرهم ويثبتهم، وان شاء الله النصر باذن واحد احد حالفهم، وربنا يورينا فيهم ايه بحق جاي النبي ان شاء الله. السلام عليكم.